ايه يا اما؟ ايه؟ نازل بقى بسمع. رايح فين؟ انزل اقعد مع اصحابي شويه عشان مخنوق كده. طب ما تروح يا خالد صالح ماما، انت مالكش يا غيرها. ست امي مش هتصالحني ومش عايزه تشوفني. لا لا والله دي وفضحاني ماما في كل بتحبك، الدنيا. دي ماما بتحبك. مش عارف ايه اللي عملته ده، ولا بتحبني ولا حاجه، بس لا اسكتي. لا بتحبك. انا اقولك على حاجة، روح وفاجئها بأي حاجة بسيطة عشان احنا داخلين على سنة جديدة، وان شاء الله تصالحك، وانت عارف ماما قلبها بقول طيب. لك مش هتصالحني يا بسمة. طب بص روح وجرب. طب انت عارف انا لو اتصلت بيها دلوقتي وقلت لها خالد تعبان، شوف هي هتعمل ايه. هتعمل ايه؟ والله العظيم هتيجي جري. طب روح هناك وعند الباب اقف، وانا هتلاقيني برن عليها بقول لها يا ماما خالد تعبان. شوفها لما اقول لها يا ماما خالد تعبان، شوف رد فعلها هي هتعمل ايه. ولا هتصالحني ولا نيل. لا والله هتصالحك. لما اشوفها بس. هروح هناك واكلمك انا. يا رب المحاولة ما تفشلش يا جدعان. امي ترضى عني، دولي بالله عليكم. بالله عليكم دولي. بتقولي ايه؟ لا لا، ماله البيت؟ تعبان؟ في ايه؟ ماله تعب من ايه؟ لا مش انا، استنى ما انا مالي. ايه اللي تعبه؟ انا جايه يا بنت، حط العبايه. عبايتي فين؟ ابني 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 يا ابني يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ابني. ايه يا اما؟ ايه؟ ايه يما ايه؟ انا جاي يما ايه؟ اصالحك واقول لك ما تزعليش. يما ايه خالد ليه كده تعمل فيا كده؟ يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا حبيبي. ما تزعليش يا اما. تعالي عليك يا ابني ليه كده؟ ما تزعليش يا حبيبي. ليه يا ابني وليه تعبان يا حبيبي؟ الف حمد لله على السلامة يا حبيبي، وانا اقدر ازعل منك بردك؟ من ورا قلبي يا ابني، من ورا قلبي والله يا حبيبي يا حبيبي. حقك عليا، انت حقك عليا. من ورا قلبي ده انا كنت هموت عليك كده يا خالد. تعمل كده كده، تعمل فيا كده كده، تعمل انا عايز اقول لك الضغط. ان انا اسف جدا جدا، وبديكي الورد دوت يا احلى ام في الدنيا وفي الوجود. ما تحرمش منك، كنت هموت عشانك حقك يا ولد. انت عليا. ابني يا ابني الصغير حبيبي، حقك وانا عليا. اقدر استغنى عنكم؟ حقك عليا اني زعلتك واني جبت لك الاهانه او جبت لك كلمه وحشه. انا اسف 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 بجد اسف. مش هتعمل كده تاني. والله ما هعمل كده بوس تاني. ايدي يا كريم. احلى بوس ايدك اهو. اهو يا جدعان. انا بزعل من ورا قلبي، انا عصبيه استحملوني. يمكن انا عصبيه شويه. والله يا جدعان ده انت اطيب قلب، ده هو شيطان دخل ما بيننا. بيحسدوني. اقسم بالله الشيطان دخل ما دايما بيننا. حاسدني خالد تقولوا لي خالد حاسدني انا وانت. والله العظيم وحياة ربنا عين اقسم بالله يا وصابتنا. جدعان اجدع ام في الدنيا. عين وصابتنا دايما والله. حاسدني. ابنك خالد محسودة عليك. والله محسودة ده الخير والله، والبركة. محسودة بيكوا، يا محسودة جدعان بيك. الست ديت امي، اجدع ام، وانا ما اقدرش ازعلها ولا يهون عليا تخش السنه الجديده وهي زعلانه. ايه رايكم في الورد؟ الورد جميل إيه رأيك في جدا، الورد؟ اقسم بالله الورد جميل ورد. جدا. ده عمره ما جاب حاجه زي كده. ده ايه لا لا، ده رجل الراجل. الورد انت يتزرع الراجل ليه؟ قلت له لمين انا ورد؟ قلت له لحبيبتك. قلت له لامي والله. عشان كده عملوا لك كده. اقسم بالله صراحه قلت له جميل لأمي. جدا، وانت عارف اني بحب الورد. لا يا امي بتحب انت الورد. عارف ان انا بحب الورد. هي فعلا بتحب الورد يا أوي. ابني بالورد. بصوا والله العظيم بصوا، انا صالحت بصوا. لان ابني حبيبي ما اقدرش استغنى عنه. انت ده العشرة نور يا عينيا، وده دراعي اليمين والشمال كل حته. انا ضنايا، انا بحبهم. وخلي بالك بس ما هو اللي أنا عايز بيحب أقول انسان لكم- بيزعل منه. انا عايز اقول لهم حاجه، اقسم بالله وغلاوه امي الغاليه، الموضوع ده كان حقيقه، ما كان كذب. والله ما كان اقول كده. لكم اللي حصل بالظبط، ثانيه واحده انا هقول لكم اللي حصل. والله العظيم والله العظيم اللي حصل بالظبط اقول لكم. انا كنت جاي في يوم انا ومراتي وكانت اختي هنا، وكنا هنعمل فيديوهين 3 نقدمه للناس. فيديوهين بنجيبوا فكره حلوه، بنجيبوا موضوع ما بين ام وابنها بيحصل ايه في البيت كده عادي. فحصل مشاده، فانا المشاده قبل ما هي تبتدي قلت لها بس خلاص ياما احنا عايزين نعمل حاجه حلوه نقدمها للناس. فامي زعلت ان انا قلت لها اسكتي وبتاع، وكانت حقيقه فعلا زعلانه. اما جيت لها بعديها بيوم، لا كمل. ما علينا، انا بقول له طب اشرح لك. قال خلاص لي انا اسكت. عارف. أيوة. هي هم عرفوا القصه اللي انت حكيتيها. احنا عارفين، هم عرفوا ان انت القصه اللي انت حكيتيها، بس انا عايز اقول مش لهم عايز ازاي يسمعني. بص. الفيديو نزل. ايوه. عشان هم مفكرين ان احنا بنعمل ترند. لا لا والله، اقسم بص بالله. نفس اللي حصل ده. بقول له استنى اسمعني، يقول لي لا خلاص. المهم ما علينا. راحت قالت لي افتح لي بقى الكاميرا كده. قلت لها طب عايزه ايه؟ قالت لي افتح لي الكاميرا هشكي للناس. وهشكي للناس. قلت لها هشكي. حتى لو تلاحظوا في اخر الفيديو
انا قلت لها مش هنزل الفيديو. قلت له انا عاملاه لك وللتاريخ. انا قلت له والله انا مش عاملاه عشان تنزله، انا عاملاه عشان تقعد كده تسمعه لنفسك وتفتكروا ايه الكلام اللي انا قلته لك فعلا. ان انا زعلانه منك. انا ده عاملاه للذكرى، يعني عاملاه للذكرى. اقسمت بالله اقسمت بالله وبيت الله اللي انا زرته الفيديو حقيقي وانا بكيت حقيقي والفيديو حقيقي، وانا ما رضيتش اعمل اكتر من كده عشان الناس ما تتضايقش، لاني ان انا زعلانه خلي منه. بالكم يا جماعه، هي اسلوب امي اصلا، هي ست مش شديده عشان ان هي مثلا شخصيه وحشه، لا بالعكس، دي اجدع ام، جدعه قوي، تشيلك تسندك تقف معاكي في الحق، بتقف جنب الست جدا. يعني لو الراجل جه جنب ست ولا حاجه ما اقولكوش تعمل فيه انا متعاطفه مع الست. فهي ام واب بقى لها 36 سنه. ابويا سابنا احنا 5 اولاد وربتنا احلى تربيه ومدارس وتعليم، ووقفت في ظهرنا وسندتنا وجواز وكل فاحنا قليل عليها اللي احنا ممكن نعمله لها، بس حتى بوكي ورد. فهي من اللي شافته في الحياه فتحسوها شويه ان هي مثلا بتتعصب او هي شديده، هي عشان بتخاف علينا، هي عايزانا ان احنا نبقى في احسن حاجه، نعمل حاجه كويسه، تخايف علينا من بكره، ما تسيبناش كده الدنيا مترهرطه معانا مش عارفين نعمل حاجه. فهي يعني بتدقق معانا في اي تفاصيل. خلي بالكم ما تغلطوش، خلي بالكم تعمل كده، خلي بالك يعني ايه، هي واضحه وصريحه، هي امي واضحه وصريحه، ما لهاش في الكذب ولا ليها في الحوارات ولا ليها في المواضيع ديت. ولو ممكن قلت كلمه مثلا يعني تخلي بالك منها، اللي هي تقف لك عليها، فاهم؟ مش في امهات تانية اللي هي الحياه كده عادي سبهلله، العيل يغلط، العيل يشتم، العيل يقول، فاهم؟ والحياه جميله هي فري. لا، امي بتحب الصح، بتحب الحق، هي بتحب الحق. فانتوا ممكن تبقوا شايفينها ان هي شديده، انما هي عسل. انتوا لو شفتوا فيديوهات الضحك انا ممكن يكون ضغط الحياه خلتني اتكلم بعصبيه شويه، عشان انا الحياه ضغطت عليا كتير قوي، فممكن اكون بتعصب شويه، يعني ان انا بتعصب من اللي مش فاهمني. مش انا مش عصبيه على طول، بس لما يكون حد مش فاهمني فبتعصب عليه. انك افهم يعني، طب افهم، طب اسمع، خد من خبرتي، على اساس ان انا برضك سن وخبره والكلام ده، ومر عليا كل ظروف الدنيا حلوه ووحشه، بحلوه ووحشه. انما امي فكاهيه قوي كده، انما انا كوميديه جدا، بحب الكوميديا وتحب الدنيا، بس ما احبش الغباء. الانسان اللي هو قافل مخه ده ومش عايز يسمع غير نفسه، وعندها دايما صوره يعني ايه ممكن بكره ممكن يحصل ايه لو عملت كذا. يعني عندها نظره مبعديه شويه، اللي هي تشوف لك لو انت ماشي في طريق فباقي الطريق بكره يحصل كذا، تقعد تلومك بقى وتقعد تقول لك وتقعد يعني تخليك ان انت منهاره من الكلام، بس هو ده الصح. فاحنا ساعات بنزعل من الصح، فاهم؟ عندي مشكله كبيره قوي ان انا اقول لهم ايه، لو عملت كده هيحصل كده 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 بعد سنه او 2. فانا ما اعرفش ليه ببقى عارفه كده، يعني انا ما اعرفش، انا مش بقرا طالع ولا بقرا حاجه. هي عندها فهم بيعندوا من الحياه اللي هي عاشتها وشافتها في الدنيا، فليها نظره في الناس، ليها نظره في المواضيع. عندي احساس باللي بيحصل بكني بشوفه شاشه قدام مني. ففعلا والله العظيم اللي ما بيسمعش كلامي ويعمل الاتجاه اللي انا قلت له هيحصل 1 2 3 اقسمت الله بيحصل لهم فعلا. فهم هم بيتغاظوا بقى من يتضايقوا، انت ازاي عرفتي، ازاي انت شمتي، هم في دماغهم ان انا كده ايه، فرحت فيهم شمت فيهم. ليه بقى ما سمعوش كلامي؟ انت هتعرفي علم الغيب، يعني انت هتعرفي متغاظين قوي، فاهمه؟ هي مش علم، بس هي الام صادقه في كل حاجه. يعني لو قالت خلي بالك خلي بالك بتبقى خلي بالك، دي احساس الام بيبقى عالي. اللي انا برضو قبل ما اتجوز مراتي بسمه ديت كنت خاطب كذا مره، كانت اول ما تشوف الواحد تقول لي خلي بالك دي مش نافعاك، اقول له دي 1 2 وجرب وعيش، وعيش فعلا وجرب، وهم يسيبوا بعض. اقول له نسيب الله سبحان الله. دي امي ياما قالت لي، حتى في الصحاب حتى في كده. الام دي يا جماعه كنز، اقسم بالله لا يتعود. انا اهم حاجه بقى عندي في الفيديو دوت، اي واحده شافت اسلوب امي وحش، اي واحده شافت ان امي طريقتها وحشه، ارجو من سعادتك لو شفتي الفيديو دوت تكتبي لماما زوزو كومنت حلو. هما براحتهم، استني، لا هم كويسين والله. خلي بالك جمهورك. بس انا عايزه اقول لهم حاجه، خلي بالكم اللي بقت ام واب سنين لازم تبقى تعمل انها شديده مع عيالها، لازم توريهم العيال الحمراء، عشان هي اب، عشان العيل ما يستهونش بيها. فلازم تقوم بدور شخصيه شويه، دور الاب، حتى لو قلبها ده بيتعصر وقلبها حنين، بتضطر الام الذكيه تمسك قلبها من الضعف، ما تخليش قلبها ضعيف قدام عيالها، وما تحسسش عيالها ان قلبها ضعيف وهش. لازم تكون قويه عشان عيالها يعملوا حساب لاي غلط هيغلطوا فيه ان هيتعاقبوا، ما يستهونوش، لان عشان تخاف عليهم. اتفضل.
برضه غير كده لما بتبقى الام او الاب حتى لو موجود بيبقوا ناس مثلا يعني عند الحق حق وشديدين. لما بتيجي مثلا زوجه او زوج بيزعل من مراته او بتزعل من جوزها بيبقى عامل حساب امه او ابوه ان هو هزعل منك خلي بالك ده غلط انما في ناس عادي ممكن يعني تبيع امها تبيع مش اشكال اي كلمه. مراته انا بزعل منه يعني نفس الزعل ان انا بزعله ده واقول له انا غضبانه عليك. لو زعل جامد خلي بالك وزعل جامد مجرد ان هو يزعل مراته او يغضبها يعني يزعلها حتى في الكلام واحس ان هي متضايقه ما تجيش تشتكي لي. هي ما بتشتكي اقول له احنا ما عنديش حد يعني فين وفين لو انها ما اشتكيش بس احسها كده وشها عيني متغير امسكه يا ابني والله عظيم يعلم ربنا ويشهدوا عليا حريم عيني امسكه انكته لان انا دايما عارفه ان الستات دي اخرها بق اخرها تهلفط واخدها كلام وهي امي عندها والستات غلابه ما بتحبش جدا. الراجل يجي على ست ما بحبش دي اول هام الراجل عندها. المفروض قوي ممكن لو الست غلطانه تقول لها انت غلطانه في وشها بس ما تجيش اللي هو تفتري او تكسى او تغلط لا مؤاخذه باللسان او ايدك تترفع او تظلم او كده. لا امي ممكن الا ظلم عندها الست وزعل. احنا كمان من تربيه امي لينا احنا ما بنقدرش نزعلها يعني اللي هو نقعد نقدر نزعلها بكلمه او نزعلها بموضوع ولا بتاع. بيبقى يحصل تنشات زي اي بيت بيبقى فيه زعل بس بنرجع احنا في الاخر تحت رجليها دي الجنه تحت اقدام الامهات. فانا طالب منكم كل بيت وكل ام شوف ماما زوزو تنزل في الكومنتات تخرب الكومنتات. عايز الكومنتات تنفجر حب الماما زوزو. يهدي ولادي احلى ماما زوزو دي في الدنيا. وادعوا لخالد بالخير والبركه. ادعوا له بالهدايه. هو طيب هو طيب جدا بس يا عيني مخه يعني عندي شويه. هو طيب جدا جدا وطيب وغلبان بس عندي لا لو مش عايز يسمع لك مش هيسمع لك. هو ابو شهر 2 انتوا عارفينه برج الدلو. برج الدلو احنا مالناش اطباع بقى. اطباع يعني. فربنا يهدي اولادكم ويهدي لنا اولادنا وكل الاولاد بتعمل فينا واحنا لازم نستحمل ومالناش غيرهم وهم لازم يستحملونا عشان احنا برضك كبرنا لازم يستحملونا لازم يستحملونا. ان شاء الله انتظروا المفاجاه اللي جايه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ماما زوزو تجمع العيله كلها ويبقى احلى عزومه واحلى يوم ولمه العيله مع بعض. وبوكيه الورد ده انا بقدمه لكم انتوا. يا سلام انتوا الورد بتاعي سقفوا. وانا بقدم لكم الورد ده اللي من ضنايا واغلى ما عندي وحته من قلبي ونور عينيا. ايوه فجاب لي الغالي فالغالي للغالي يعني اللي جابوا لي غالي فالغالي للغالي. ده اقل حاجه ليك وانا اقل حاجه تستاهل اكتر من كده. الورد ده يستاهلوا الناس دي والله. لا يا جدعان نفجر الكومنتات حبايبي. الكومنتات تتفجر واللايكات النهارده لماما زوزو. منك يا حبيبي. تنسوش تشتركوا اللي لسه بيتفرج على الفيديو لحد دلوقتي تشترك في القناه فعل زر الجرس تكتب كومنت حلو وانتظر المفاجاه اللي جايه. حبايب قلبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى لكم سنه سعيده عليكم ولسه ما قلنالهمش سنه جديده وسعيده عليكم. السنه اللي جايه ديت دخلت السنه تحققوا كل اللي بتتمنوه بيتمنى حاجه يلاقيها. وشهر رجب جاي عليكم بكره كل سنه وانتم طيبين رجب ان شاء الله يبلغكم رمضان بالهنا والسعاده لكل الناس. يبلغكم رمضان وان شاء الله يبلغكم عمره في رمضان وحجه كبيره في العيد الاضحى. وكل عام وانتم بخير لايامنا الحلوه اللي كلها خير على الامه العربيه والاسلاميه كلها والامه العربيه. ربنا يخليكم لينا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.